اليوم انتظمت القافلة الرابعة من سليانة إلى مستشفى الهادي الرائس، ثم إلى وزارة الصحة، ثم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، في إطار متابعة وتطبيق الاتفاق اللي أبرم بين الاتحاد الجهوي للشغل، الاتحاد العام التونسي للشغل، ورئاسة والحكومة ممثلة في عدد من الوزراء. اليوم اتصلنا في حين انتقلوا الاهالي والجرحى الى المستشفى ثم الى وزاره الصحه، اتصلنا احنا اعضاء المكتب التنفيذي معنا عضوي الهيئه الاداريه الجهويه الى بالاخ الامين العام اللي ضبط لنا موعد مع السيد وزير الصحه ثم مع السيد وزير الشؤون الاجتماعيه. احنا تو في انتظار السيد وزير الصحه. عندنا 3 نقاط مهمه اللي هي طالبين، احنا عندنا حاله تعكرت صحته يوم بعد يوم، ولد صغير جون معناها عنده اصابات بالغه في مستوى العينين وفي مستوى الوجه. الاصابات نتاعو الرش مازال عدد كبير من حبات الرش في الجسد نتاعو وفي وجهه وفي راسه خاصه. نطالبوا بافاده بشكل عاجل ماذا بين اليوم قبل الغدوه الى المستشفيات المختصه في فرنسا ولا في بلجيكا اساسا، ثم تبين بعد معناها انتقال احد المصابين الى مستشفى سانت اوغستان في بلجيكا ان هناك تضارب في مستوى التقارير الطبيه بين التشخيص في تونس والتشخيص في فال دو غراس في باريس والتشخيص نتاع سانت اوغستان المستشفى المختص والطبيب اللي هو مسمى عالميا الثاني تقريبا دكتور كلاس هذايا. على هذاك احنا نطالبوا اعاده افاد المصابين مروان العياري وحمدي البراري وطارق الدهماني اللي مشاو لفال دو غراس ورجعوا بدون حتى جدوى، اعاده افادهم الى بلجيكا من جديد. ثم ماذا بينا يقع اعاده تشخيص حاله بقيه المصابين جميعا بدون استثناء، واعاده النظر فيهم، واعاده كشف وانجاز فحوصات اكثر دقيقه واكثر على كل المصابين، وافاد من يجب افاده الى اكثر مستشفيات اختصاص. وهذا معناها متابعه لاتفاق يلزم الحكومه تلتزم به، ولا راهو مش يكون ثم استياء وثم احتجاج جديد من الاتحاد الشغل ومن الجهه عموما.